بعد سنين العذاب، وأنا راكب في آخر كرسي في الأتوبيس اللي هيرجعني على البلد بعد غياب سنين طويلة. الدنيا حواليا ليل هادي، بس جوايا صوت انفجارات حرب عمره ما سكت. كل لمعة نور شارع بنعديها بتفكرني بلمعة انفجار، وكل ما طب في الطريق بيرجعلي ذكرى وجع التعذيب اللي شفته. بحاول أهدي نفسي. خلصت يا يوسف، الحرب خلصت وانت راجع بيتك، بس قلبي لسه مقبوض ومش مصدق اني حر. كل شوية ابص من الشباك على الضلمة واسأل نفسي، هو انا فعلا راجع ولا دي هلوسة من اللي كنت بشوفه جوه المعتقل؟ ايديا بتترعش وانا ماسك شنطة الجيش القديمة اللي فضلت معايا طول السنين اللي فاتت. شنطة فيها بواقي حياتي القديمة، شوية هدوم مدنية وصور باهتة لمراتي وابني. الصورة اتكرمشت من كتر ما كنت ببص فيها كل ليلة في الأسر. كنت بعد الأيام على العلامات اللي كنت عاملها على الحيطة اللي في المعتقل، مستني لحظة الرجوع دي. الأتوبيس وقف عند مدخل البلد. نزلت وأنا حاسس برعشة في رجليا، كأني لسه مش متوازن على أرض حرة. الشارع فاضي تقريبا، يمكن عشان الوقت متأخر. شنطتي على ظهري وببص حواليا بحذر. ريحة الهوا فيها نسمة بحر خفيفة، عرفتها في ثانية، ريحة بلدي. بس يا ترى بلدي لسه فاكراني ولا أنا اللي فاكرها بس؟ وقفت قدام باب البيت، قلبي كان بيدق جامد وانا برفع ايدي المس الباب الخشب اللي لسه محفور فيه ذكرياتي. بيتي موجود لكن مفيش انوار طالعه من الشبابيك، مفيش صوت حد جوه. بحاول افتح الباب بايدي، لقيته مش مقفول كويس. زقته بشويش، ولما فتح الباب طلع صوت صرصره كأنه مفصلته مخلوعه. دخلت بالراحه وقلبي مقبوض اكتر. البيت كله فاضي، الحيطان عريانه ومتشققه، والتراب مغطي الارض. مش ده بيتي اللي سبته ورايا؟ فين العفش؟ فين ريحة الأكل اللي كانت دايما تملى المكان؟ اتقدمت بخطوات تقيلة جوه الصالة، بصيت على حيطة عليها إطار فاضي ومتوسخ. كان صورة جوازي أنا ومراتي زمان، اختفت زي ما كل حاجة اختفت. وفجأة في صوت خشولة خفيف ورايا خلاني أتوتر. لفيت بسرعة، لقيت خيال واقف عند الباب. جاري العجوز قال: مين ده؟ مين جوه البيت؟ يوسف رد بقلق: أنا أنا يوسف يا عم عبد الله. عبد الله قال بصدمة: مين؟ يوسف؟ استغفر الله العظيم، انت يوسف بجد حي قدامي؟ يوسف قال له بحزن: ايوه يا عم عبد الله، انا لسه عايش، مش شبح ولا حاجه. قال عبد الله: سبحان الله. يوسف يا ابني ده انت عايش. ده كان يوم اسود يوم ما قالوا لنا انك استشهدت. امك الله يرحمها فضلت لاخر لحظه مش مصدقه انك مت. يوسف بذهول: امي ماتت؟ عبد الله هز راسه بحزن: اه يا ابني، بعد سنين طويله من غير ولا خبر، ربنا يرحمها. يوسف قال بصوت مخنوق: طب وابويا؟ رد عبد الله: ابوك لسه عايش بس تعبان قوي، الزمن جرى عليه بعد ما سبته لوحده. يوسف قال له: طب و ومراتي؟ وفين ابني؟ عبد الله قال له: مراتك وابنك سابوا البيت من زمان يا ابني، الظروف كانت صعبة جدا بعد غيابك. المعاش اتقطع وما كانش فيه فلوس، واضطروا يبيعوا العفش، وحتى البيت اتباع عشان يسددوا الديون. يوسف قال له: طب راحوا فين؟ عبد الله قال: مراتك خدت الواد وراحت على بيت ابوها في بلد جنبنا كده بعد ما البيت ضاع منكم. ابوها كان عايش وقتها ووقف جنبها على قد ما قدر. يوسف قال: طب اروح لهم ازاي دلوقتي؟ قال له عبد الله: انا معايا عنوان بيت ابوها. عبد الله طلع ورقة من جيبه وكتب عليها العنوان واداها له، وقال له: اتفضل يا ابني وعلى مهلك في الطريق. يوسف خد الورقة وايده بتترعش. عبد الله سأله: انت كويس يا ابني؟ شكلك تعبان. يوسف رد وقال: انا انا كويس، شكرا يا عم عبد الله. عبد الله قال له: طيب تعالى اقعد عندي النهارده والصبح تبقى تروح لهم. يوسف قال له بقلق: لا، لازم اروح دلوقتي حالا، ممكن اكون اتاخرت سنين، مش هقدر استنى لبكره. يوسف طلع جري بره البيت وهو ماسك الورقه بالعنوان. وبعد مده وصل يوسف لبيت ريفي قديم مع الفجر. يوسف خبط على باب خشب قديم بقوه، صوت من جوه بتوتر: مين؟ يوسف قال: افتحي يا مريم، انا يوسف. مريم فتحت الباب نص فتحة وشافت يوسف. مريم قالت بصوت بيترعش: ياه، يوسف؟ يوسف بحنان: ايوه يا مريم، انا رجعت. مريم حضنت يوسف ودموعها على خدها وقالت له: يوسف، يوسف انت حي؟ انا مش مصدقه، يا رب لك الحمد. يوسف حضنها جامد وكأنه خايف تختفي من بين ايديه، وقال لها بصوت مكسور: سامحيني، سامحيني يا مريم اني سبتكم الوقت ده كله.
مريم بصت له وقالت له: ازاي ده يحصل؟ قالوا لنا انك مت، عملنا عزا عليك يا يوسف. يوسف قال لها: هقولك بعدين، المهم دلوقتي اني معاكم واني رجعت لكم. في صوت طفل حوالي 8 سنين واقف على باب اوضه جانبيه. الطفل قال: ماما، في ايه؟ مريم بصت له وقالت له: تعالى يا علي، شوف مين جه. يوسف كان قلبه بيدق وهو بيبص على ابنه. علي حبيبي. علي قلب خوف: مين ده يا ماما؟ قلب يوسف اتقبض من الكلمة. نزل على ركبته قدام ابنه عشان يبقى في مستوى نظره. قال له يوسف بحنان: يا علي، أنا باباك يا حبيبي. الولد مش مستوعب وبص لمامته. مريم قالت له بهدوء: ده باباك يا علي، باباك رجع يا حبيبي. علي لسه واقف ومتردد. يوسف طلع من جيبه صورة قديمة فيها هو ومريم وعلي وهو طفل رضيع، وقال له: فاكر الصورة دي؟ ده أنا وأمك وأنت لما كنت صغير خالص. علي أخد الصورة وإيده بتترعش وبص لها، وبعدها بص ليوسف وابتسم ابتسامة خفيفة. ابتدى يربط إن الراجل ده هو اللي في الصورة. قال يوسف بدموع: كبرت يا علي، آخر مرة شفتك فيها كنت قاعد على كتفي بتضحك. مريم قالت لابنها: روح لحضن باباك يا علي. وفعلا حضن الولد أبوه. وبعد شوية وفي نفس الليلة، يوسف كان نايم على الحصيرة جنب مراته وابنه في أوضة ضيقة. في نور قمر خفيف داخل من شباك مكسور وعليه ستارة مقطعة. يوسف بدأ يعرق ويهزي وهو نايم، وفضل يقول: لا، ما تضربوهوش، سيبه سيبه. فجأة فاق يوسف من النوم مفزوع وبيشهق كأنه كان بيغرق، عينه مفتوحة على الآخر ونفسه مقطوع. مريم هي كمان صحت مفزوعة على حركته. مريم بقلق: يوسف، مالك؟ يوسف عينيه مش مركزة. أخد ثواني لحد ما استوعب إنه في الأوضة مع مراته وابنه. بص حواليه بخوف، بعدين قال: كابوس، كابوس تاني. مريم قربت منه وحطت ايدها على كتفه بهدوء وقالت: كله عدى، انت معايا اهو، وسط اهلك وحبايبك. يوسف كان باين عليه التوهان. مريم بصت في عينيه وقالت له: بتحلم بايه كل يوم؟ قول لي يمكن ترتاح. يوسف فجأة ملامحه اتغيرت وقال: قلتلك بعدين، مش عايز افتكر دلوقتي يا مريم. مريم سكتت وهي زعلانة شوية، حضنته بهدوء وقالت له: حاضر، براحتك. يوسف أخد نفسه ومسك إيد مريم كأنه بيعتذر منها من غير أي كلام، ورجعوا ناموا هما الاتنين. وتاني يوم الصبح، يوسف قعد برا البيت على عتبة الباب وبص للشمس وهي طالعة، وتحت عينيه سواد من قلة النوم. خرج علي من البيت وهو بيجري على يوسف ومعاه لعبة خشب بسيطة. قال علي بحماس: صباح الخير يا بابا. يوسف حاول يبتسم وقال له: صباح النور يا حبيبي. علي قعد جنب يوسف وحط لعبته على الأرض. قال علي ليوسف: انت هتفضل معانا على طول دلوقتي، مش هتمشي تحارب تاني صح؟ يوسف رد بحزن: مش همشي تاني واسيبكوا، خلاص، الحرب خلصت يا علي. علي ابتسم ورجع يلعب بلعبته تاني. مريم خرجت من الباب وفي ايديها صينية عليها فطار بسيط: عيش ناشف وجبنة قديمة وكوباية شاي. يوسف لاحظ الأكل قليل وحس بالزعل. قال يوسف: هو ده فطاركم؟ مريم بابتسامة باهتة: على قد الحال يا يوسف، الأيام علمتنا نرضى بأي لقمة. يوسف حس بمرارة جواه ومد ايده عشان ياكل لكنه سرح. وفي اللحظة دي عدى راجل بعجلة جنب البيت، وفجأة العجلة بتعمل صوت فرقعة جامد زي ضرب النار. يوسف وقف بفزعة وبص حواليه بهلع، وفجأة وبلا وعي بيمسك العصاية اللي جنب الباب وبيوجهها ناحية الصوت. مريم وعلي اتفاجئوا وبصوا له بخوف. مريم حاولت تهديه: يوسف، يوسف اهدى، ده واحد بيعدي بعجلة. يوسف أخد ثانية قبل ما يستوعب إن مفيش خطر حقيقي. بيبص للعصاية اللي في إيده بذهول وبيرميها على الأرض، وبيلاحظ نظرة الخوف اللي في عين مراته وابنه. قال لهم بصوت مخنوق: أنا آسف. يوسف سابهم ودخل جري جوه البيت. مريم حاولت تروح وراه بس علي مسك فيها وهو خايف. يوسف دخل الأوضة وبدأ يكلم نفسه: أنا إيه اللي جرالي؟ مش عارف أعيش طبيعي زي زمان. الحرب سابت جوايا خوف مش راضي يروح. مراتي وابني بقوا خايفين مني، بدل ما أقدر أحميهم. يمكن لو عرفوا أنا شفت إيه هناك وعانيت قد إيه، يمكن هيخافوا أكتر، أو يمكن مش هيبصوا لي زي الأول. فلاش باك سريع: يوسف كان مربوط في عمود في معسكر الأسر، جندي عدو بيضربه بالكرباج وظهره مليان دم، وكان بيصرخ من الألم. صوت السجان من بعيد: هتفضل هنا لحد ما تموت. نرجع ليوسف في الأوضة وهو بيشهق وبياخد نفسه جامد. قال يوسف لنفسه: الذكريات دي هتفضل تطاردني، بس لازم أصبر عشان خاطرهم. بعد غروب الشمس، الدنيا كانت عاتمة حوالين البيت. مريم دخلت أوضة علي بس ما لقيتهوش. مريم فضلت تنادي بقلق: علي،
يا علي. بس مفيش رد. مريم دورت في البيت ولكن مفيش أثر لعلي. يوسف خرج على صوتها وقال: في إيه يا مريم؟ قالت له مريم بقلق: علي مش موجود، دورت في كل حتة. يوسف قلبه وقع في رجليه. طلع يجري برا البيت هو ومريم. بصوا في الضلمة حوالين البيت وهما ملهوفين. يوسف بص في الفراغ وقال بصوت عالي: علي يا ابني، انت فين؟ صوت الصدى بيرجع ومفيش إجابة. مريم قالت وهي بتعيط: كان قاعد بيلعب، بعدين لفيت وشي ولقيته اختفى. أنا خايفة يكون جراله حاجة. يوسف حاول يهديها بس هو كمان مرعوب. افتكر إن في ترعة قديمة جنب البيت وكذا مرة منع علي إنه يقرب منها. يوسف بتوتر قال: استني هنا يا مريم، يمكن راح ناحية الترعة. يوسف جري في الضلمة على الطريق الترابي لحد ما وصل للترعة. الدنيا حواليه ضلمة تقيلة، لكنه سمع صوت خافت جاي من بعيد. كان صوت علي كان بيقول: الحقني يا بابا. يوسف قرب من الصوت، لقى علي واقع في حفرة جنب الترعة وبيحاول يطلع ومش عارف. يوسف بفزعة: علي، استنى يا حبيبي أنا جاي لك. يوسف نط جوه الحفرة من غير تردد. الأرض طرية وبتنهار تحت رجله، لكنه مسك ابنه وحضنه. علي قال له وهو بيبكي: بابا، أنا وقعت. يوسف طمنه وقال له: معلش، أنا معاك أهو ما تخافش. يوسف بص لفوق، لقى الحفرة عمقها كبير والطين مخلي الحيطان بتنهار. بيحاول يطلع بإيده بس مش قادر. يوسف أخد نفس عميق وبص لعلي وقال له: اسمعني يا علي، أول ما أقول لك تطلع تمسك الحافة وتطلع وأنا هزقك من تحت، ماشي؟ علي هز راسه بالموافقة ومسح دموعه. يوسف رفع علي قدامه ووقفه على كتفه وقال له بصوت مجهد: يلا يا علي شد نفسك. علي طلع على كتاف أبوه ومد إيده عشان يمسك طرف الحفرة، وفعلا مسك عشب ناشف على الحافة، وبعد مجهود قدر يطلع بره الحفرة. علي بص لتحت وقال بخوف: طيب وانت يا بابا؟ يوسف قال له: ما تخافش عليا، انا هطلع. روح لامك قول لها اني لقيتك. علي جري في الضلمه ناحيه البيت وهو بيعيط وبينادي على مريم. ويوسف حاول يطلع من الحفره بس الطين بيزحلق رجله، وكل ما يحاول يقع تاني. بس ركز كده، لقي حبل قديم كان مرمي في الحفره جنبه. اخده وربطه حوالين وسطه كويس. وكانت وقتها وصلت مريم بعد ما جالها علي وقال لها على اللي حصل. عامه رمى يوسف طرف الحبل لمريم ولفته هي حوالين جذع شجره قريب، وبدأ يتسلق بالراحة باستخدام الحبل اللي ربطه. جسمه كان بيترعش من التعب ورجله مجروحة من الوقعة، بس فضل يعافر. وفجأة جاله فلاش باك سريع وهو مربوط بالحبل في المعتقل، وواحد من السجانين بيشد الحبل وبيعلق يوسف من ايده لفوق. وافتكر صوت السجان وهو بيضحك. وفي اللحظة دي يوسف صرخ بصوت عالي وهو بيطلع من الحفرة، كأنه بيطرد الذكرى دي من دماغه. أخيرا بينجح يخرج وبيزحف على الأرض بره الحفرة. يوسف بص للسما وهو واقع على الأرض بياخد نفسه بالعافية وجسمه كله طين وعرق. يوسف وقف بصعوبة وهو بيتسند على مريم. مريم حضنت يوسف وقالت له: يا رب لك الحمد، كنت هموت من الخوف. وعلي كمان حضن أبوه من الناحية التانية. مريم وعلي بصوا في وش يوسف المليان طين ومسحوه عنه وهما بيعيطوا. مريم بصت له بقلق وقالت له: انت تعبان؟ فيك حاجة؟ يوسف قال بتنهيدة خفيفة: أنا كويس، أهم حاجة إن علي بخير. وحضنوا بعضهم هما التلاتة وروحوا على البيت. وبعد ما استحمى يوسف قعد معاهم وقال لهم بحزن: أنا آسف إني خوفتكم عليا وإني كنت بعيد عنكم حتى وأنا موجود. مريم قالت له بحزن: ما تقولش كده، إحنا عيلة ولازم نفضل جنب بعض على الحلوة والمرة. إحنا استنيناك سنين ومش مهم نستنى شوية كمان عشان ترجع لنا زي الأول. أهم حاجة إنك معانا. يوسف قال بعزم: خلاص، من هنا ورايح مش هنفترق تاني، وهحكي لكم على كل حاجة ومش هخبي عنكم حاجة تاني. بعد شهور قليلة في الصبح في البيت الريفي، مريم كانت واقفة بتبص من الشباك على يوسف وعلي بره في الحوش. يوسف واقف بيتكلم مع راجل كبير في السن قاعد على كرسي تحت الشجرة. الراجل ده أبو يوسف، باين عليه التعب بس وشه منور وبيضحك. علي كان بيجري حواليهم وهو بيلعب وبيضحك. مريم ابتسمت وهي شايفة المنظر وعينها دمعت من الفرحة، وخرجت لهم وقالت لهم: الفطار جاهز يا رجالة. يوسف ابتسم لمريم وساعد والده يقوم من على الكرسي. قال لها يوسف: حاضر يا ست الكل، جايين اهو. علي مسك ايد جده عشان يمشي معاه بالراحة. وعلى ترابيزة الفطار البسيطة في الحوش الأكل كان أحسن من الأول: عيش طازة وطبق فول وجبنة بيضة وشاي بالنعناع. العيلة كلها قاعدة بتاكل الفطار سوا. أبو يوسف رفع ايده وقال: الحمد لله اللي جمعني بابني يوسف بعد سنين الغياب ورجع الفرحة لبيتنا. يوسف ابتسم وبص لعيلته حواليه وحس بالدفى. قال يوسف لنفسه: الحمد لله، بعد كام شهر قدرت أرجع أبويا يعيش معانا ورجعت أشتغل ونبني حياتنا من جديد
ذكريات الحرب يمكن ما بتروحش تماما، بس وجود عيلتي جنبي بيقويني. كل اللي ضاع نقدر نعوضه واحدة واحدة. الأهم إننا مع بعض. فاق من سرحانه على صوت مريم وهي بتقوله: سرحان في إيه يا يوسف؟ يوسف بابتسامة هادية: بفكر قد إيه أنا محظوظ بيكم. علي حضن أبوه وقال له: وإحنا كمان محظوظين بيك يا بابا. يوسف ضحك من قلبه لأول مرة من زمان وقال له: ربنا يخليك ليا يا حبيبي. وبس، خلصت القصة. ولو عندك قصة عايز تشاركها يا ريت تبعتها لي انستجرام، ولينك الانستجرام بتاعي هتلاقيه تحت في الوصف وفي أول تعليق. وبس، متنساش لايكك العسل وسبسكرايبك الجامد والشير يا ريت، ها الشير عشان تساعدني في انتشار الفيديو، ها ساعدني. ويلا، سلام.